امال اخواتك يا بنت ما جوش معاكي ليه؟ روحوا يما. قالوا يعني ان هم اتاخروا فمشيوا. انا جبت الحاجه برها. ما تجيبيها يا بنت خليني اشوفها. جبت الحاجه واسعه زي ما انا قلت لك. اه يما جبناها واسعه. يما انا كنت عايزه اتكلم معاكي في حاجه. ماشي يا بنت اقعدي خلينا نتكلموا. عايزه تتكلمي في ايه؟ يما ممكن تقولي لي بقى ايه الجامعة بتاعتي؟ ايه السنتين اللي فاضلين لي؟ اني هعمل فيهم ايه؟ هتجوز يعني وهكملهم هناك في دار علاء؟ والله يا بنتي فعلا ما فكرتش في الموضوع دي. ازاي راح عن بالي؟ يعني أنا دلوقتي هعمل ايه؟ ماليش فيه. يعني لو هتجوزوني اني هكمل هناك في بيت جوزي. مش هيخليني اكمل. يبقى يمد الخطوبة سنتين. بس يا بنتي سنتين دول كتير. اما نخليهم حتى سنة وسنة. بس ان شاء الله يعني هيوافق. بقولك ايه يما؟ وافق ما وافقش انا مش هتنازل عن الشهادة بتاعتي. انا مش بتعلم كل دي علشان في الاخر يعني اجي عندي سنتين وما اخدش الشهادة بتاعتي. يا بنتي يا صفية ما تكلميني زي ما بكلمك كده. يما الكلام خلص خلاص. انت تروحي دلوقتي لأم علاء وتتكلمي معاها اذا كان عندها نية ان هي تقعدني وما اخدش يعني السنتين بتوعت الجامعة دول. ابقى انا اقعدهم هنا واخد الشهادة بتاعتي. اكديه الجوازة هتتعقد هنعمله ايه بس؟ ايوه. مفيش غير الحل التاني. امال فين احمد؟ في ايه يا ام احمد؟ مالك عماله تكلمي في روحك ليه كديها وليه؟ ايه انت اتجنيتي ولا ايه؟ امال احمد فين يا ابو احمد؟ احمد لسه خارج. انت كنت عايزه منه حاجه؟ لا إيه كويس اني لقيتك قبل ما اشوف احمد. انا كنت عايزه اخد رايك في حاجه دي. اقعد. ادينا قعدنا يا ستي. شوف انت كنت عايزه ايه يا ام احمد؟ يعني شغلتيني. لا شغله ولا حاجه. بس يعني في حاجه دي ممكن تعطل الجوازه بتاعت صفيه وعلاء. لا سمح الله، قولي هي فزوره. ما تتكلمي. دلوقتي البت يا ابو احمد عايزه تكمل السنتين بتاعت الجامعه بتاعتها. وانت عارف يعني احنا كنا محددين الفرح مع حسنين على اساس ان هو هيكمل لها السنتين في بيته. صح. صح يا ام احمد، ايه اللي حصل يعني؟ احنا هنعمله ايه في السنتين بتاعت الجامعه بتاعت البيت؟ يعني احنا كنا محددين الفرح على شهر. دلوقتي هنعمله ايه لو ام علاء دي ما وافقتش ان هي تكمل الجامعه للبيت؟ هو دي عايزه كلام يعني يا ام احمد؟ لو ما وافقت شي خلاص الباب يفوت جمل. يا ندامه. يفوت جمال ونحرق قلب البت مره تانية. امال هنعمله ايه يا ولية انتي؟ والله العظيم نخولت دماغي خالص. انت عايزه ايه في يومك اللي مش معدي دي؟ البت يعني تقعد وما تكملش الشهاده بتاعتها؟ لا، انا ما عنديش الكلام دي. جوازها قوم والشهاده بتاعتها قوم تاني. طب اقعد كده واسمعني انا عايزاك ليه. دلوقتي احنا هنعمله كده اتفاقية صغيرة. يعني احنا هنجوز احمد وفاطمة الاول. ايه اللي دخل السكر في الطحين؟ انت بتتكلمي بتقولي ايه؟ يعني اقول لك صفيه وعلاء تقولي لي إيه فاطمه واحمد؟ إيه انت خلاص مخك اتلحس منك ولا ايه؟ ما تلحسي ولا حاجة. بس انا مش عايزة علاء يطير من ايد البت صفية. فكده هم هيصبروا علينا لما احنا نروح ونخطب بنتهم فاطمة وتدخل هي الاول يعني هي واحمد. كده هيدونا مهلة يعني طويلة شوية في الخطوبة. وبكده ما يكونش علاء طار من ايد بنتك صفية. يا ريت والله يا ابوي، انا يعني مش قصدي حاجه. انا ما كنتش بتصنت عليكم ولا حاجه، لا سمح الله. انا كنت معدي كده فاخدت لمحه عن الموضوع يعني. ما فيهاش حاجه يا ابوي لما انا اتجوز يعني الاول. ده شكلها طارت منك انت كمان. انا خارج. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه دي؟ لا يعقله عاقل ولا مجنون. يا ابوي بالله عليك اسمعني. يعني احنا قصدنا يعني انا كده كنت هخطب يعني فاطمة. فما فيهاش حاجة لما ندخل الاول وبعد كده يعني لا يقتنعوا بحكاية الجامعة او يستنوا علينا سنتين والموضوع يبقى ما خرجش من ايدينا. قول لابوك يا احمد ابوك عاوز يموتني بحسرتي على بنتي ويحرق قلبها مرتين. حملك علينا يما شوية انا بقنعها. اقنع يا ولدي. اهو جوازك انت من فاطمكم وجواز يعني علاء وصفيكم. اتصرف بقى يا احمد. يو يما قلت لك اصبر علي. قلت ايه يا بوي؟ اكده نبقى ضربنا عصفورين بحجر. اما انا كده كنت هخطب فاطمه. والله يعني هي من حيث الفكره ماشي، انا موافق، بس هتعملوها ازاي دي؟ شفت بقى يا بوي انني وامي كان حدانا حاج.
وانا يا عم اللي هعمل الحكاية دي، اما اني مش هسيب مستقبل بنتك دي يروح، اما اني برضك عايزة اطمن عليها وتاخد الشهادة بتاعت الجامعة، وفي نفس الوقت برضه اطمن عليها في بيت جوزها. أنا أكلم فاطمة وأقول لها إن إحنا رايحين النهاردة نشربوا معاهم الشاي، وهناك نتكلم في الحكاية بتاعتي أنا وفاطمة، وبعد كده إن نخش بقى على الموضوع بتاع الجامعة، ومن هنا نخليها نمد فترة الخطوبة من سنة لسنتين، وبعد كده ربنا يعدلها. ده في حالة يا أبو أحمد إن هم رفضوا إن البت يعني تكمل علام في الجامعة، لكن لو ما رفضوش إحنا معاد الجوازة يعني زي ما هي بعد شهر. قلت إيه يا بوي؟ طب داني عندي فكرة تانية يعني. بصوا، إحنا ممكن نعمل الفرحين مع بعض. إيه رأيكم؟ يعني صفية وعلاء وإنت وفاطمة، وبكده نكون شرطين عليهم إن البت تكمل علام في بيت جوزها. إيه رأيكم في الموضوع ده؟ ومن هنا مش هيقدروا يزعلونا يعني. حلوة الفكرة دي يا أبو أحمد، يلا بيني، أنا هقوم أكلمها في التليفون دلوقتي عشان تعمل حسابها إن إحنا رايحين بالليل. شوف أمك يا أحمد أما صدقت. يلا ربنا يقدم اللي فيه الخير. إن شاء الله يا رب. هو نفدك الساعة أما جوز بنتي وولدي في يوم واحد. بتزغرتي على إيه يما؟ إحنا لسه عارفين هيوافقوا ولا مش هيوافقوا. يض هيوافقوا، الموضوع ده هيخليهم يجوا على نفسهم ويقبلوا إن أختك تكمل علامة في بيتهم. أنا عارفة أنا بقول لك إيه. ربنا يعدل الحال يما أحمد من عنده إن شاء الله. أمك لسه نايمة يا بنتي يا أسماء؟ يا دعاء. ايوه يا خالتي، المام نايمه قدامك اهي، يعني انت مش شايفاها؟ خلاص يا بنتي انت هتفتحي لي محضر. يا دعاء قومي. انت كنت عايزه امي في حاجه يا خالتي؟ قولي لي ماني قاعده ها. اما عاوزك هقولك يا اسماء يا غلبويه انت. قومي يا بنت اقعدي فوق مع سندس وسنابل، يلا روحي العبي معاهم، انا عايزه امك في موضوعك دي. لا يا خالتي، انا عايزه اتفرج هنا على الكرتون. هتقومي يا بنت ولا اجيب لك العصاي؟ يلا اطلعي، انا عايزه اتكلم مع امك في موضوع والله. يلا يا اسماء عشان ما ازعلش منك. لا هو على ايه الطيب احسن، انا طالعه فوق. يا دعاء ما تفوقي، انا واقفه بقالي ساعه هنا. ايه بقالك اسبوع ما نمتيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنتي يا اسماء وطي التلفزيون، مش عارفه انام. اسماء مين يا اختي اللي عماله اتكلم فيها؟ اني واسماء عاملين فرح هنا فوق راسك بقالنا اكتر من ساعه ودي كله ما فوقتيش. قومي يا دعاء، اني ولا اني واقفه ها. قومي مش هسيبك، ما انا عايزاك تفوقي عشان عاوزاك في موضوع مهم. لا اله الا الله، حرام عليكي، انت على طولك دي طلعالي زي الكوابيس. عايزه ايه ولا الموضوع ده ما يستناش للصبح يا بنت انتي؟ لا يا اختي ما يستناش للصبح، اصل الموضوع اللي انا هقولهولك دي انت هتتفاجئي منه. امك لسه مكلماني في التليفون عماله ترن عليكي ولا حياه لمن تنادي. انا قلت لها اما اروح اطمن عليكي وبالمره اقول لك على الموضوع اللي امك كانت بتكلمك في التليفون وعايزه تقولهولك. ايه هو الموضوع ده يعني اللي ما يستناش للصبح؟ قولي. ها اديني سمعاكي. لا اله الا الله، هتكلم معاكي بس ازاي وانتي نعسانك دي؟ لا ما تخافيش، قولي انا سمعاكي، قولي بقى وخلصيني، هتطير النوم من عيني. ماشي هتكلم بدل انت عايزك دي. بصي احمد اخوكي هيتجوز فاطمه قبل ما البت صفيه تتجوز علاء. شكلك بتحلمي صح؟ روحي كملي نوم، روحي وطفي النور دي، انا عايزه انام. يلا روحي على شقتك. بحلم ايه وما بحلمش ايه؟ هو انا كنت لسه نايمه جارك يعني عشان تقولي لي بحلم؟ انت اللي بتحلمي والله. بكلمك حاج، امك لسه مكلماني دلوقتي في التليفون. ايه رايك بقى في الخبريه دي؟ انت بتهزري صح؟ الكلام ده صح؟ ازاي يعني؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ما تنطقي، ايه اصله يعني الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه ده؟ شفتي اهديكي مش مصدقه، فقت لحالك من غير ما تغسلي وشك. اما الموضوع يعني يفاجئ، حصل ازاي دي ولا هيحصل ازاي يعني احنا نحدد فرح اختك صفيه يتجوز احمد اخوكي؟ لا اله الا الله، دماغ من دي؟ دماغ امك. شوفي بقى انا هقول لك، بصي دلوقتي البت صفيه عايزه تكمل علامها صح؟
صح يا اختي، خلينا مع الحرامي لحد باب الدار. ها، كملي. اجت خطرت يعني الفكرة دي على دماغ امك ازاي؟ فرجيني. امك يا بنت عايزة تعمل بدل. علشان ايه هقولك؟ عشان صفية لما يعني يروحوا ويتقدموا لفاطمة وكده تضطر توافق ان هي تكمل علام صفية حداهم في الدار، ولو ما وافقتش يبقى فيها كلام تاني بقى. بس هي قالت يعني تعمل محاولة. ودي يا اختي محاولة ولا مزاولة؟ والفكرة دي خطرت على دماغ امك كيف؟ لا لا، امك مش سهلة. بس تفتكر يعني اكده هنخليهم يوافقوا ان صفية تكمل السنتين حداهم في الدار؟ تفتكري؟ معرفش يا اختي، والله امك بتقول ان هي هتجرب يعني، بتعمل محاولة. ولو يعني المحاولة دي منفعتش، ممكن بقى صفية تكمل السنتين في دار ابوكي، او سنة وسنة. مش عارفين لسه الموضوع هيتم على ايه. سلام عليكم، اهدي ولاء حدانا، نورت الدار كلها يا ولاء. منورة بيك يا حموكشي. تعالي تعالي، انا عايزة اقول لك حاجة. تعال اقعد اقعد احضرنا. خير يا ولاء قولي. وبعدين يعني مالها اختك، مالها مبلمة ليه كده؟ والله يا حموكشة ماني عارفة، من ساعة ما كلمتها وهي مبلمة ليه كده. مصدومة. لازم اتصدم يا اختي، يعني انا نايمة في امان الله، ونايمة على اساس ان اختي اللي هتتجوز. اصحى اخويا اللي هيتجوز ومش عايزانا بلم. مين ده اللي هيتجوز؟ ما تفهموني في ايه يا ولاء؟ اخويا احمد هو اللي ان شاء الله فرحه ممكن يبقى بعد شهر. بنتي هو مش فرح اختك صفية هو اللي كمان شهر؟ كيف يعني احمد اللي هيتجوز؟ ما تفهموني. لا، ده الموضوع يطول شرحه. مرتك هتفهمك. اهني طالعة فوق، العيال زمانهم كانوا بعض فوق. ماشي. دعاء لما تفوق من الصدمة هتبقى تفهمك. سلام عليكم. في ايه يا دعاء؟ ما تفهميني، هتفضلي كده مبلم على طول؟ يا بنتي ما تفهميني فيه ايه؟ دلوقتي أنا هحضر لفرح أخوي، مش فرح أختي. طب ويا ترى أم علاء هتوافق؟ طب ويا ترى أم دي الفكرة دي جات لها منين؟ لا إله إلا الله. هقول لك يا حموكشي، هقول لك. قولي يا اختي، اما انا بقيتش يعني مستغرب من العيلة بتاعتكم ديت اي حاجة. عارف يعني ان هي عيلة طايرة منها على الاخر. قولي انا سامعك. تقصد إيه يا حموكشي؟ إن إحنا عيلة مجانين يعني؟ والله شكلنا كده. هقول لك. قولي يا اختي وشجيني. أمي قالت لك يابا على الحاجة اللي أنا قلت لها عليها. يابا أنا لازم أكمل التعليم بتاعي، أنا مش هتنازل عن الشهادة بتاعتي. ومين قالك ان انت هتتنازلي على الشهادة بتاعتك؟ انت هتكملي تعليمك، بس يعني احمد وفاطمة شكلهم كده هم اللي يعني هيتجوزوا قبليكم انت وعلاء. وهو هتعملوها ازاي دي؟ انت بتهزك صح؟ بهزك؟ لا مش بهزك، دي افكار امك. يعني احنا هنعمل محاولة كده علشان يخلوك تكملي تعليمك، اما كان شي هنجوز فاطمة واحمد. يلا مش مشكلة، انا اساسا مش مستعجلة يعني. كل تأخيرة وفيها خيري. يا سلام بقى لو خلوها كمان يعني ايه، مش سنتين وبس، لا يستنوا كمان سنتين لحد ما توظف، يبقى اريح يعني. انا مش عايزة اتجوز دلوقتي اصلا يابا. جايلك على الطبطاب بالموضوع ده، عايزة تفضلي قاعدة في جرابيه زي والحاجة اللي احنا كومناها جوا دي، احنا بنعمل محاولة مش اكتر. عادي يابا، انا هشيلها فوق الدولاب، تحت السرير، في الصندرة هني. مش هخليك تحسي بيه. بس انا مش عايزة اتجوز دلوقتي، انا عايزة اكمل تعليمي. ماشي يا صفية، ان شاء الله هتكملي تعليمك. بقول لك ايه، روحي اعملي لي كوباية شاي. من عينيا التنين يا بوي، ربنا يخليك لينا ويدومك فوق راسنا كده على طول. شفت اختك يا احمد عقلها عقل طفلة صغيرة. يلا مش مشكلة. دلوقتي انت كلمت فاطمة ولا كلم انا ابو علاء في التلفون؟ بس الراجل دي والله شكله لا بيصد ولا بيرد، عشان كده يعني انا ريحتها لنفسي خالص وما كلمتوش. اه والله يا بوي شكله كده يعني ملوش كلمة خالص في الدار هناك. شكل يعني الست حماتي دي هي اللي ممشية كلامها على طول. والله ما انا عارف يا ولدي، رجالة ايه دي اللي الحريم تمشي عليها؟
ما الناس صالح يا بوي، أنا كلمت فاطمة وقلت لها وأخدت ميعاد منها عشية يعني إن شاء الله. ماشي يا ولدي، ربنا يقدم اللي فيه الخير. وما كملت الكيش بقى يا نوال. الراجل بعد ما خد كل اللي حلتي راح يشوف له شوفه واتجوز علي. شفتي؟ لا يا اختي غلطان، هو كان يلاقي في جمالك. وقوليلي ايه اللي حصل تاني؟ أنا جايالك في الكلام هو يا نوال. قعد بقى يقول لي معلش وسامحيني وحقك علي وسق علي البلد كله، بس أنا إيه يعني قلت أبدا ما ارجعلوش. جدعة يا اختي وشاطرة، انتي ترجعي له بعد اللي عمله فيكي؟ لا طبعا يا بنتي، يا اسماء نادي لامك من فوق. يا مرات عمي قلت لك أمي لسه نايمة، أنا مش طالعة تاني. لو عايزة ابعتي بقى نورة، أنا مش قادرة أطلع تاني. علشان خاطري يا اسماء تعالي يلا وانا هديكي حته بتنجانه من اللي قدامي دي، بس اطلعي قليلها يلا علشان الوكل تحت مرات عمي شغاله بتعمل فيه، والحته عايزه لسه تكنس وتتنظف. يلا روحي ناديه وهجيب لك حاجه حلوه. أنا قلت له يا مرات عمي أنا رجلي وجعتني. طب أقول لك هاتي الحاجة الحلوة الأول وأنا بطلع أنزل لك أمي وخالتي كمان. عارفه يا اسماء بقى لو انت ما مشيتيش دلوقتي انا هكون جايبه العصاي. يا بنت روحي نادي امك. فيه إيه يا نوال؟ عمالة أتكلم معاكي وإنتي سايباني خالص وعمالة أتكلمي في البت الصغيرة. إما تعقلي كده ورد علي وما كملتلكيش الحكاية. اصبر علينا يا ست فتكات، والله الحكاية دي انت حكيتها لي 1000 مرة، انا ممكن اسمعها لك، بس اصبري دلوقتي مرات عمي لو قامت ولقيتني لسه ما خلصتش الوقت، والحتة دي زي ما انت شايفاها عايزة لسه الكنب اللي عاوز يتلبس، والحتة اللي عايزة تتمسح وتتكنس واني لحالها، وبعد كده مرات عمي تقول لني اللي ما عملش حاجة، وولاد اخوها فوق نايمين لحد دلوقتي. طب اصبري علي يا بنتي يا أسماء. روحي يا أسماء واني هديكي شيبسي من اللي انا اديتهولك أول امبارح. لو كده فريري هطلع عند أمي وخالتي، بس انتي حضري الشيبسي يا ست فتكات. شوف البت اللي طالعة خليتها همها على بطنها. قولي يا ست فتكات وعملت فيه ايه تاني؟ ماني جايالك في الكلام هوت يا نوال. قعد بقى يشهد علي الناس ونشهدوا عليه الناس الحد يعني ما تصلحنا في الآخر، وبعد كده كان بيتمنى لي الرضا. معقول يعني يا ست فتكات ربنا هداه بس انت ما خلفتيش يعني؟ ما ربنا ما كرمنيش بالخلفة، بس يعني أختي معاها ولاد وأنا على طول بروح لها يعني. ما شاء الله عليك يا ست فتكات. وانت يا ست نوال ايه دي كل دي ولسه ما خلصتيش تقوير البتنجان؟ اختي ما كانش 5 كيلو بتنجان عمالة تقوي فيهم من الصبح. يا مرات عمي امها لسه دعاء ولا لسه ما نزلوش، وبعدين يعني دول 5 كيلو بتنجان و2 كوسة وكيلو فلفل، يعني مش قليلين، وبعدين يعني انا بقالي نص ساعة قاعدة بقوق فيهم. تعرف يا نوال لو بتعملي قد ما بتتكلمي كان زمانك خلصتي. وبعدين يا اختي هو انا سايباكي من الصبح اما انا قاعدة جواها بسبك لك في التسبيكة بتاعت المحشي. يا مرات عمي اما برضو ايد على ايد تساعد، انا مش عارفة الظهر هيدنا نايمين لحد دلوقتي ليه؟ يا بنت بقولك بقالهم كام ليلة عمالين يلفوا في الاسواق علشان الجهاز بتاع اختهم وتعبانين، ما فيهاش حاجة يعني لما يقعدوا فوق ساعتين، ماني يد على يدك ها. انا برضه يا مرات عمي ما قعدتش من الصبح والله، ده انا ظهري عايزة افرده ما قادرة. طب يا بنت شهلي وخلصي. بقولك ايه يا ست فتكات، اجيب لك يا اختي لقمة تفطري ولا فطرتي؟ لا شكرا يا حسني، أنا فطرت كتر خيرك. طب يا حبيبتي بألف هنا وشيفي، هسويلك كوباية شاي واني واقفة، وانت يا بنتي شهلي عايزين نحشو البتنجان يلا. شفتي يا ست فتكات انا عملت ما عملتش على طول مش مشكورة. شفتي حماتي بتعمل فيا ايه؟ والله يا بنتي نوال حماتك حسنة ديت غلبانة، انت ما شفتيش الحموات برا بيعملوا ايه في نسوان ولادهم، احمدي ربنا. اما انا عارفة انها غلبانة قوي، ومن القلب للقلب رسول. مش عارفة ليه كده حاسة ان انت بتتكلمي من تحت درسك يا نوال، اما تفضلي في قلبك وتقولي واني هرسيكي تعملي ايه.
والله يا ست فتكات العمل عمل ربنا، هم دول بيكلوا فيهم حاجة. قلتيلي يا نوال، يهدي يا نوال يهدي. انت عايزة على فكرة تقعدي معايا شوي، كملي تقوير يا نوال. تعرف يا ست فتكات مش أنا وانت يعني كنا بنتعاركوا على طول، بس سبحان الله والله بقيت بحبك أكتر من هناء وشيرين اللي قاعدين فوق دول، ولا نقول عليهم غيا وسكيني. عيب عليكي يا نوال، ما ينفعش نجيب سيرة حد بدل مش موجود. وبعدين اما محبة الا بعد عداوة، أنا كمان بقيت بحبك يا نوال. خلينا أخلص تقوير البتنجان بدل ما مرت عمي تقفشني. ها كملي، وجوزك عمل فيكي إيه تاني يا ست فتكات؟ أما خلاص الحكاية خلصت يا نوال، هقولك بقى على جوز خالتي عمل ايه في خالتي. لا إله إلا الله، هي عيلتك كلها كده يعني يا ست فتكات؟ قولي قولي والله مسلياني. ده حكاية خالتي سعدية ديت حكاية تانية خالص. بصي هتاخدي منها عبر كتير يا نوال. قولي يا أختي قولي، إحنا ورانا حاجة أدينا بنتسلى. كانت خالتي سعدية ديت موظفة، ما كانتش قاعدة في الدار زينا كده، وبعد كده اللي حصل لها اللي كان على البال ولا على الخاطر. اسمع يا ستي. قولي قولي يا ست فتكات شوقتيني.